مدينة الإنتاج الإعلامي، وزي ما أنتم شايفين كده ورايا صدى البلد، CBC، إكسترا نيوز، كمان قناة الحياة، كل القنوات هنا ورايا. فيا ترى باعمل هنا إيه؟ أنا النهارده كان عندي لقاء تلفزيوني في قناة الحدث اليومي، فأنا عايزة أقول لكم شوية حاجات كده. يا ريت لو عندكم حلم أو عندكم حاجة أنتم بتسعوا ليها، يا ريت ما تيأسوش وخليكم ورا حلمكم، لأنكم أكيد في يوم من الأيام هتنجحوا. يمكن أنا ما وصلتش لسه للنجاح، بس أنا أكيد في يوم متأكدة إن أنا هانجح وأكيد هاكون حاجة حلوة. فجاية النهارده أشجعكم إن أنتم ما تيأسوش لو في حاجة أنتم مش عارفين تعملوها أو حاسين إن أنتم عمركم ما هتوصلوا. يعني أنا عمري في يوم ما تخيلت إن أنا هاكون هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، أنا أصلًا من بني سويف، فلأ عقبال ما باجي مصر يعني 3 ساعات كمان، عقبال ما لفينا ولقينا اللوكيشن بتاع المدينة الإنتاج الإعلامي. فالموضوع كان صعب ومرهق جدًا، بس بمجرد ما أنا دخلت وصورت الحلقة حسيت اللي هو التعب ده كله راح. فيا ريت ما حدش ييأس، وأنت أكيد هتنجح في يوم من الأيام.